الإنسان الأوروبي أيها الإخوة محترم حينما يخرج فيتجول في بلداننا العربية فتنخذ إبري تقوم الدنيا ولا تقعد. ليش؟ هل لأن الإنسان الأوروبي مبدع والإنسان العربي مو مبدع؟ هل لأن هناك طبقات في التصنيف في أصل البشرية في أصل الخلق أنه الأوروبي أولا والعربي في الدرجة 1500؟ لا، السبب بسيط وواضح، أن الإنسان الأوروبي محترم في الداخل، معزز في الداخل، فحينما يخرج لبرا بده يكون محترم، لأنه أهله احترموه بده يحترموا الغريب إجباري. وحينما يعتدى عليه ولو بكلمة يذهب إلى سفارته فتقيم السفارة الدنيا ولا تقعدها من أجل أن تسترد حق هذا الأوروبي. هذا السبب. أما نحن فلسنا محترمين وليس لنا أي وجود في الداخل، فنطلب من الخارج أنه يحترمنا. والله مو منطق. اللي مو محترم عند أهله ما حدا بيحترمه برا، وشعوبنا العربية غير محترمة في الداخل، فكيف لنا أن نطلب من العالم أن يحترمها؟ ما بيزبط الموضوع. كل الموجودين يسألهم ماذا يعني لك الذهاب إلى السفارة؟ كله بيعمل أعوذ بالله من السفارة وجه السفارة والروح على السفارة. مزبوط، كل الناس نفس الكلام. ما بيفرق عندك وعندي أن نذهب إلى سفارة الصين من سفارات الدول العربية أو سفارة اليهود، نفس الشيء من حيث المعاملة، من حيث التعاطي. قد يبرر لك بعض المعتوهين من زعماء العصابات عندنا أنه هذه تصرفات فردية، تضرب أنت والتصرفات الفردية. إذا كان في السفارة تصرفات فردية وبالشرطة تصرفات فردية وفي الوظائف وفي في المقار الحكومي تصرفات فردية وفي السفارات تصرفات فردية، معناته وين التصرفات الجماعية؟ وين التصرفات الجماعية؟ إذا كان واجهة البلد في الداخل على سبيل المثال المطار أو أجهزة المخابرات أو الدوائر الحكومية فردية، وفي الخارج السفارات فردية، معناته أين هي صبغة البلد؟ وين واجهة البلد؟ بالرئيس؟ لا، دخيل الله، ما أحلى السفارة بالمقارنة مع وجه الرئيس وتصرفات الرئيس وكلام الرئيس. إذا كلها تعيسي. فبالتالي أمر طبيعي أن الإنسان إذا لم يحترم في الداخل لن يحترم في الخارج. ونحن وهم نعرف أننا غير محترمون في الداخل، لأننا كما قلنا حيوانات هم مفترسة لا تعرف معنى الاحترام ولا الكرامة ولم يربوا عليها بعد. مللنا أيها الإخوة في أوطاننا العربية، مللنا من كوننا مجرد أرقام في المسيرات المؤيدة فقط. أرقام في المظاهرات، لا، حتى هون ما لنا أرقام، ما بيخفوها كلها، حتى الأرقام بيخفوها. مللنا من كوننا أرقام في المسيرات المؤيدة وفي المسح السكاني، مجرد أرقام في المسح السكاني، وفي أعداد الوفيات، مات 15 واحد، مات 6، مات 7، وفي أعداد المعتقلين. لك مللنا من كوننا فقط مجرد أرقام. نريد أن نكون فاعلين يا أخي في القرار السياسي. نحن نريد أو لا نريد. وإذا أردنا أن نكون فاعلين في القرار السياسي لابد أن نغير كل السلطات وكل الأنظمة التي داستنا وهمشتنا. فإذا دسناها بأحذيتنا ورميناها في مزبلة التاريخ، عند ذلك قد يكتب لنا إن شاء الله تعالى الإبداع في كافة المجالات ونكون فوق كل الناس كما كنا في مرحلة من المراحل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر أنا لكم به تشريفا وتعظيما وفضلكم به على سائر الأمم تفضيلا. قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أكابر أئمة ديننا ذوي القدر العلي والفخر الجلي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين.
يا شباب نرجع إن شاء الله تعالى لتعليم اللغة العربية للأطفال على المستويين، مستوى أول ومستوى الثاني. إحنا كان عندنا عطلة فترة شهرين تقريبا، في اعتبارا من السبت القادم إن شاء الله تعالى نرجع لتعليم اللغة العربية للأطفال. المستوى الأول من الساعة 5:30 للساعة 6:30، المستوى الثاني يبدأ الساعة 7 حتى الساعة 8. فبنرجع بنقول نرجو من الجميع اللي بيحب يجيب أولاده، ولازم نعتني بها النقطة هاي، نسارع حتى ما واحد يجيب ابنه بعد شهر والثاني بعد شهرين وخربطنا ولبكنا. إذا عندنا مستويين، من أحب يسارع ويجيب أولاده على المكتب إن شاء الله تعالى في مطعم الباشا. إذا مكتبنا في مطعم الباشا، المستوى الأول اللي ما بيعرف شيء نهائيا على الساعة 5:30، المستوى الثاني إن شاء الله تعالى على الساعة 7 يوم السبت. إذا من أراد يحضر أولاده أهلا وسهلا ومرحبا فيه، بشرط ما يحصل تأخير ويجيبوا مباشرة. المدارس فتحت ونسأل الله سبحانه وتعالى يعينكم ويعيننا على فعل الخير. الصندوق يا شباب، صندوق المدرسي بحاجة كبيرة جدا. شهر رمضان كله كان للصدقات ومساعدة المحتاجين، فصار عندنا شوية تقصير بالصندوق. فهلا الصندوق الأبيض الله يجزيكم الخير ساهموا فيه للمدرسة، وهي صدقة جارية لكم وإن فيها أجر كبير إن شاء الله. ندفع ونتصدق سائلين الله عز وجل أن تكون هذه الصدقة بابا لرفع البلاء عن ناسنا، كتابة النصر للمستضعفين في بلدان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، من طالحنا لصالحنا، أم مقصرنا لعاملنا، أم مسيئنا لمحسننا. إن لم يكن بنا محسن فهبنا جميعا بسعة عفوك ورضاك عنا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أرنا بالظالمين عجائب قدرتك، إنك يا مولانا ذو القوة المتين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك يا مولانا كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.